اهو الاندومي الكوري دي بالنسبه لي احلى حاجه انت ممكن تاكلها في حياتك. يا جماعه انا دلوقتي كنت قاعد جعان ونفسي في حاجه حاميه كلها، فما لقيتش قدامي الا حاجه واحده بس حاميه، وهي دي اللي هتجيب معايا من الاخر، هي الاندومي كوري الحار. بصوا يا جدعان شكلها لوحده يرعب اصلا. انا الاندومي الكوري دي تقريبا ما اكلتهاش في حياتي غير مرتين، مره اكلتها من قيمه سنه تقريبا، دي المره الثانيه. والله تعالوا نعملوها كده ونشوفوا هل دي حاميه ولا لا. اهو اكدت على الراجل قبل ما اشتريها، قلت له دي سبايسي ولا لا، قال لي سبايسي. قال لي انت مش شايف كلمه هوت؟ قلت له اه هي مكتوبه. قال لي خلاص اي اندومي كوري مكتوب عليها هوت اعرف ان هي مولعه. عارف ان انتوا مش متعودين ان انا بصور فيديوهات في البيت كتير، تقريبا كل اسبوعين بصور فيديو في البيت كده ولا حاجه. والله هبت معايا اجيب لكم الاندومي الكوري الحار دي ونعملوها سوا. تعالوا نفتحوا الكيس ده بقى كده ونشوفوا المحتويات اللي جوه ايه. ايه ده؟ اوبا، ده بقى الشطه المولعه نار دي بقى اللي هتودينا على المستشفى، والاندومي بس كده مفيش حاجه تاني جوه. اروح اعملها بقى وارجع لكم تاني. هو ده بقى شكلها بعد ما طلعناها من النار. بصوا مبدئيا كده انا اصلا ماليش في الاندومي والاكل الفرافيري ده اللي هي اصلا في الحاجات اللي سبايسي. الشركه اللي عامله الاندومي دي اسمها بولدا. اوه ده ايه ده؟ ده ايه البتاع الغريب ده ملوش ريحه، على طول بيجي مع كاس الاندومي، اموت واعرف ايه ده. اوه احنا بقى ونحط نقول بسم الله. اوه شكله ما يطمنش خالص، انا شكله بس خوفني. بصوا تعالوا نديها تقليبه كده كلها في بعض. وهو ده بقى شكلها في الاخر بعد ما حطينا السبايسي وقلبناها. ريحتها صلصه حاميه، ربنا يستر. انا مش في السبايسي بس هاكلها بقى وربنا يستر. بسم الله. حامي قوي. هي طعمها حلو بس حامي قوي، انا مش عارف ازاي دي ممكن حد ياكلها بجد. في ناس بتاكل الاندومي دي كده، اللي بياكل الاندومي كله واللي بيعرف ياكلها اصلا يكتب لي تحت في الكومنتات. انا خلاص انا هقعد اسبوع على المعلقه اللي انا اكلتها دي، مش هقدر اكمل، مش هقدر اكلها. لا بجد يا جماعه حامي قوي، دي حامي بفتير. هو ده شكلها، ومالكش في السبايسي شوف الشكل ده تجري. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي. سلام.